في ترند جديد بقى بيظهر كتير الفترة دي، موظفين خصوصا جين زي بيستقيلوا فجأة من غير انذار ولا حتى هاند اوفر، وفي اوقات في عز الازمات الشغل. طب ليه؟ عشان يحسسوا المدير انهم مش هيستحملوا اكتر من كده، وكمان يغيظوهم، وكمان يحطوهم في موقف وحش. انا هنا مش هحكم، بس خليني اقول لك ان الريفنج كويتنج ده مشكله كبيره، شكلها بيكون انتصار من بره بس هي خساره للطرفين. انت كموظف ممكن تحس بقوه وانتصار للحظه، طب وبعد اسبوعين من غير شغل ولا ريكومنديشن ولا بلان، انت اللي هتتعب مش هما. وبالنسبه للشركه الموظف ممكن يكون مش ناضج، بس الموضوع ده لما يتكرر كتير ده ريد فلاج انك عندك مشكله. الناس عامه مش بتمشي فجاه، الناس بتمشي لما تحس ان صوتها مش مسموع ومش متقدره، فلما بيمشوا بصوت عالي. نصيحتي لو ناوي تمشي، امشي بذكاء مش بغضب، خطط واحفظ كرامتك ومصلحتك، وافتكر ان الدنيا صغيره. ولو شركه، اسال نفسك ليه الناس بتمشي وتسيبك فجاه، وايه اللي ممكن يتغير قبل ما الترند ده يبقى ضدك. قولوا لي في الكومنتس ايه رايكم في الريفنج كويتنج. Let's Nova Minded.